السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا دايما في أحسن صحة وأحسن حال. أنا طالع النهاردة يعني أتكلم معاكم عن اختيارات الكابتن حسام حسن للمعسكر الحالي في شهر 10 يعني. وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة احتفالات شهر أكتوبر. يا رب احفظ مصر واحفظها من أي شر، وكل عام وحضراتكم بخير. هتكلم معاكم النهاردة عن اختيارات الكابتن حسام حسن لقائمة المنتخب اللي هتشارك في تصفيات كاس العالم. طبعا مباراة جيبوتي اللي جاية ان شاء الله نكسبها، نروح على طول لكاس العالم وما نبصش على اي من المنافسين. وهنتكلم برضو عن اختيارات الكابتن حلمي طولان. بصراحة هنتكلم في كل حاجة، يعني فيديو كده ان شاء الله سريعا نتكلم فيه ونناقش اختيارات الكباتن، سواء الكابتن حسام او الكابتن حلمي طولان. طيب هنبدأ دلوقتي معانا اختيارات الكابتن حسام حسن. الكابتن حسام حسن اختار في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي. هنتكلم مع بعض عن كل مركز، وهنقول مين اللعيبة اللي كانت تستحق التواجد واللعيبة اللي ما تستحقش التواجد. مبدئيا كده أول سؤال للكابتن حسام حسن: فين أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز؟ فين أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يا كابتن حسام حسن؟ ده أول سؤال. حضرتك انت واخد محمد الشناوي، تمام، مفيش مشاكل، بيشارك. واخد محمد صبحي بيشارك مع نادي الزمالك. واخد عبد العزيز البلعوطي بيشارك، لكن واخد مصطفى شوبير على اي اساس؟ واخد مصطفى شوبير على اي اساس؟ واحد يقول لي مصطفى شوبير لعيب كبير، حارس كبير، وهيكون من الحراس الكبار في منتخبنا الوطني. اوافقك وما اقدرش اقول لك اي حاجة خالص من اللي انت بتتكلم فيه، لكن انا كلامي مع الكابتن حسام حسن لان هو زمان في اختياراته قال لك انا بختار اللعيب اللي بيشارك مع الفريق. الله، انت بتختار اللعيب اللي بيشارك مع الفريق ولا انت بتبص على لون التيشيرت؟ ما هو ملهاش كلام تاني. انت مصطفى شوبير ما بيشاركش بكتر، ما بيشاركش بكثرة. لعب له حوالي من اللي اعتقد 9 ماتشات اللي لعبناهم تقريبا، لعب له حوالي 3 ماتشات تقريبا على ما اتذكر، والباقي لعبه كله طبعا كابتن محمد الشناوي. فمحمد الشناوي اختيار صائب. محمد صبحي ان هو الحارس الاول لنادي الزمالك واداء مش سيء واداء كويس، وعبد العزيز البلعوطي البنك الاهلي. لكن احمد الشناوي اول علامة استفهام عدم ضمه القايمة دي، والقايمة اللي فاتت كمان نفس الطريقة كده. اول حاجة واول كلام مع الكابتن حسام حسن عن احمد الشناوي. نيجي بعد كده لخط الدفاع. واخد محمد هاني، احمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر ابراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، احمد نبيل كوكا. واخد محمد هاني ممتاز. احمد عيد برضو علامة استفهام، لان احمد عيد اصلا مش بيشارك بكثرة مع النادي المصري. واخده على اي اساس؟ عندك احمد هاني بيلعب في نادي سيراميكا كليوباترا، باك يمين مميز قوي وبيلعب اساسي، وكمان واحد من كباتن الفرقة. لكن انا معرفش ليه رامي ربيعة ماشي. خالد صبحي نفس قصة احمد عيد في النادي المصري، ده جليس الدكة اللي بيلعب في النادي المصري المدافعين هاشم وباهر المحمدي. لكن انت واخد ليه خالد صبحي؟ انا معرفش. ياسر ابراهيم تمام، عمرو الجزار تمام، حسام عبد المجيد اعتقد لا يصلح الفترة دي لانه مستواه متذبذب جدا ومستواه نازل جدا، وكمان انت بتاخده وبتلعبه وبتقعده على دكة البدلاء، يعني انت كده مش مقتنع بيه تماما. يعني محمد حمدي واحمد نبيل كوكا، انا معرفش كوكا ده بيروح كل معسكر ليه مع كابتن حسام حسن، انا معرفش. كوكا مع احترامي الشديد ليه انا مش بتكلم عليه بشكل غير جيد، انا بتكلم كورة معاه. كوكا لعيب بصراحة عادي جدا جدا، صدقني كمان ان هو ما يلعبش في النادي الاهلي اصلا يعني، لكن هي ارزاق. طيب لو احنا هنتكلم عن البدلاء، عندك احمد عيد كان ممكن يدخل مكانه احمد هاني باك يمين سيراميكا كيلوباترا، وعندك خالد صبحي. ياسين مرعي يا كابتن حسام الفترة اللي فاتت دي اداء جيد جدا مع النادي الاهلي منذ دخوله للنادي الاهلي.
انت محتاج ايه من مدافع قوي بيلعب كمان برجله الشمال اللي هي مش متوفره، اللي هي مش متوفره اصلا في المدافعين بتوعنا اليومين دول. فولد كويس، طويل، قوي بدنيا، سنه صغير، باساسي النادي الاهلي، اداؤه بقاله فتره مميز. ما بتاخدوش ليه؟ واخد على حسابه خالد صبحي وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد. بصراحه يعني اختيارات غير سليمه من الكابتن طبعا، حسام حسن. واخد لي باك شمال محمد حمدي، طبعا ده اكيد ده الباك الاساسي للمنتخب. واخد احمد نبيل كوكا ده البديل ليه طبعا. انت حضرتك انا اسف في الكلمه، انت ما بتشوفش. انت عندك كريم حافظ البديل ليه في نادي. لو انت بتختار بجد، انت واخد مصطفى شوبير واخد محمد الشناوي، واحد بديل واحد اساسي في النادي الاهلي. عندك محمد حمدي وكريم حافظ ده البديل وده الاساسي. عندك طبعا في غزل المحله يحيى زكريا باك شمال مميز قوي، باك شمال مميز جدا بصراحه، باك شمال مميز جدا جدا جدا. يا كابتن حسام ليه ما تضموش؟ انا ما اعرفش. لكن لو كانت الاختيارات هتكون جيده كان هيبقى مكان احمد نبيل كوكا هيكون كريم حافظ او يحيى زكريا، مكان خالد صبحي هيكون ياسين مرعي وباقي الاختيارات وطبعا مكان احمد عيد هيكون احمد هاني باك يمين سيراميكا كليوباترا، وهيكون خط الدفاع كده جيد جدا جدا جدا. طب نيجي لوسط الملعب، مروان عطيه وحمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، زيزو، تريزيجيه، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، وطبعا فخرنا محمد صلاح. طيب وسط الملعب جيد، مروان عطيه تمام، حمدي فتحي اكيد، مهند لاشين تمام. لكن اول حاجه هنبدا وهنتكلم فيها محمود صابر. مع احترامي انا الولد ده بحبه على فكره، لعيب جيد وهيجي منه قوي 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 على فكره، واحد من اللعيبه المميزه. لكن محمود صابر لا يستحق الانضمام لقائمة المنتخب. يعني عندك في وسط الملعب من اللعيبة اللي متألقة الفترة اللي فاتت دي قطة في فريق نادي بيراميدز، انا معرفش ليه انت مش بتضمه. يعني قطة بيلعب في كذا مركز، بيلعب في وسط الملعب، بيلعب في كالهافي اليمين كمان او كصانع للالعاب، فبيلعب في اكتر من مركز. فانت محمود صابر بصراحه مش متالق يعني الفتره اللي فاتت، لكن كان يستحق اكيد بكل شكل وبكل قوه. قطه لاعب نادي طبعا بيراميدز. زيزو اكيد طبعا لازم هتاخد زيزو، يا نهار ابيض انت تقدر ما تاخدش زيزو هو يبقى سليم؟ مستحيل. طيب تريزيجيه اكيد، ابراهيم عادل تمام، مصطفى فتحي حضرتك واخده على اي اساس؟ معلش مصطفى فتحي اصلا مش بيشارك مع بيراميدز، لسه راجع من الاصابه، بيلعب كده دقيقتين او 5 دقائق بالكتير، فانت واخده على اي اساس؟ وهنتكلم برضو عن لعيبه ممكن كانت تستحق الانضمام مكان مصطفى فتحي، وطبعا محمد صلاح ده اكيد ده على راس القائمه. طيب لو احنا هنتكلم عن اللعيبه اللي كانت ممكن تدخل مكان مصطفى فتحي، لو هنتكلم بمنتهى يعني الشفافية ومنتهى الحيادية ومنتهى كل حاجة، انا اقول لك واحد من اتنين. يا هتختار ميدو جابر من النادي المصري، ماشي بشكل رائع جدا 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 ومميز، يا هيكون طبعا حسين الشحات. لكن حسين الشحات اعتقد مصاب، و انا وجهة نظري كنت تاخد ميدو جابر بصراحة، ده الافضل. او كنت تاخد كمان قطة لانه بيلعب في المكان ده برضو جدا، يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص انه يلعب في نفس المكان ده. لكن انت عندك اختيارات غريبة يا كابتن حسام. لكن على اي حال دول وسط الملعب جيد. لو احنا هنحوش مصطفى فتحي، انا بالنفسي لو كان حسين الشحات جاهز بدنيا اخد حسين الشحات او ميدو جابر. وعندك وسط الملعب مظبوط، ومحمود صابر لازم يدخل قطة مكان محمود صابر. دي الاختيارات في خط وسط منتخبنا الوطني اللي يا رب نتمنى له كل التوفيق في مباراة جيبوتي. خط الهجوم مصطفى محمد اكيد، واسامة فيصل، اللي انا معرفش اسامة فيصل انت بتاخده ليه يا كابتن حسام برضو، او بتاخد 2 مهاجمين فقط ليه؟ انت عندك معلش، هو انا عندي سؤال ليك قوي جدا جدا جدا. صلاح محسن اين من اختياراتك يا كابتن حسام؟ صلاح محسن فينه من اختياراتك يا كابتن حسام؟ صلاح محسن هداف، واحد من هدافين الدوري، 4 أهداف، أداء مميز جدا من بداية الموسم. كل حاجة بيعملها صلاح محسن على مستوى الصناعة، على مستوى كمان التهديف، على مستوى انه يكون محطة جيدة كمان 1-1 حريف. من القليل ان انت تلاقي عندك مهاجم حريف كورة 1-1. فانت ليه
طبعا عندك اللي هو صلاح محسن. انت ليه مش بتاخده معاك يا كابتن حسام؟ انا ما اعرفش واخد اسامه فيصل، ما اعرفش تقدر تقول لي اسامه فيصل عامل ايه الفتره اللي فاتت؟ تقدر تقول لي ارقام ايه اسامه فيصل؟ اسامه فيصل اعتقد سجل هدف تقريبا في الثمان ماتشات اللي فاتوا تقريبا. فبصراحه يعني علامه استفهام كبيره جدا معاك يا كابتن حسام على اختياراتك، على اختيارات الخط الامامي تحديدا. انت بتاخد اسامه فيصل ومصطفى محمد، الطبيعي نلاقي مصطفى محمد في الملعب بتقعده دكه لأسامة فيصل. بصراحة حاجة مش مقبولة. لو انت مش هتلاعب مصطفى محمد اصلا ما تجيبوش من فرقته اللي بيلعب فيها في فرنسا، ما تجيبوش من الاساس. ده المفروض وده الطبيعي وده اللي المفروض يحصل. طيب دي كلامنا الكابتن حسام، احنا مش هنتكلم خالص. انا مش بنتقد، انا بقول الصح من وجهة نظري ان المفروض كان يحصل، ان المفروض كنا نشوف تشكيلة وقايمة مميزة من اللعيبة. كلامنا بعد ما نصعد كاس العالم باذن الله، ان شاء الله هنكسب مباراه جيبوتي باذن الله، باذن الله هنكسب مباراه جيبوتي اللي جايه، او لو لا قدر الله حصل تعادل هنستنى للمباراه اللي جايه عندنا في مصر، هنكسب هنصعد على طول كاس العالم. احنا بنسبه 99% و9 احنا صعدنا كاس العالم. لكن حديثنا معاك هيكون لما ندخل بطوله افريقيا اللي هتكون في المغرب في شهر 12 اللي جاي تقريبا، او اخر 12 اللي جاي. البطوله دي صعبه، دي المقياس الاول ليك، دي اول اختبار ليك قوي وحقيقي. هنشوف هتعمل ايه يا كابتن حسام مع المنتخبات الكبيرة اللي هتكون معاها، وانت اصلا بتلعب على ارض المغرب، والمغرب مش هتفرط في البطولة دي اكيد، لان فرقة مرعبة على مستوى وعلى كافة الاعمار السنية. فريق مرعب بصراحة المغرب، سواء منتخب الاول، منتخب الاولمبي، منتخب الشباب كمان اللي مشرفنا في كاس العالم للشباب اللي شغال حاليا. فبصراحة كل حاجة يعني هتكون واضحة، وهنشوف كل اللي هيحصل يعني في الفترة اللي جاية، وهنشوف الاختبار الحقيقي بتاعك لما تلعب في افريقيا، وهنشوف الاختيارات، وهنشوف القايمة بتاعتك، وهنشوف بقى عينيك الجميلة يا كابتن حسام. و يا رب ان شاء الله بالتوفيق ليك يا كابتن حسام ولمنتخبنا الوطني. طيب هندخل كده سريعا في اختيارات الكابتن حلمي طولان لاختياراته ل قائمة المنتخب الوطني اللي هتشارك في كاس العرب ده لمعسكر شهر 10 اللي احنا فيه ده. طيب هو اختار احمد الشناوي مظبوط، علي لطفي مظبوط، محمود جاد مظبوط، 3 حراس يستحقوا اكيد الانضمام للمنتخب. خط الدفاع خد محمود رزق من مودرن سبورت، محمد اسماعيل من نادي الزمالك، احمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي طبعا اللي كان يستحق يكون متواجد في تشكيله الكابتن حسام، عمر جابر لا يستحق، احمد هاني يستحق وبقوه، يحيى زكريا يستحق وبقوه، كريم الدبيس يستحق طبعا التواجد ده اكيد كلاعب كباك شمال، وحط خط تحت طبعا اكيد عمر جابر تحديدا. عمر جابر لا يستحق الانضمام للمنتخب لان مستواه بصراحه الفتره الاخيره ما كانش جيد. فانت لو هتشوف الاختيارات بتاعت خط الدفاع بصراحه اختيارات مميزه جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه مع الكابتن طبعا الكابتن حلمي طولان، الكابتن الكبير الخلوق المميز، واحد من المدربين الكبار في الكره المصريه. طيب خط الوسط، اختيارات الكابتن حلمي في خط الوسط، اختار اكرم توفيق، عمرو السلية، سام مرسي، غنام محمد، أفشة، عمرو الساعي، قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، ومصطفى شلبي. بصراحة اختيارات روعة 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 روعة. منتخب بأمانة قوي جدا جدا جدا. صدقوني يا جماعة المنتخب ده لو لعب المنتخب بتاع كابتن حسام صدقني يغلبه بأمانة، من وجهة نظري يغلبه يعني بأريحية كمان. لكن عندي عتاب على الكابتن حلمي طولان، عدم انضمام زيكو للمنتخب، وعدم انضمام زلاكا صراحة لازم كان زلاكا وزيكو ينضموا في مع الكابتن طبعا حلمي طولان، دول اللي كان لازم ينضموا بصراحة مكان مصطفى سعد ميسي، ومكان ممكن كريم حافظ في المركز ده، او مكان او مصطفى شلبي، واحد من الاثنين دول، او ممكن تضيف عليهم عادي جدا ما فيش اي مشكله. و
كان هيبقى معاك وسط ملعب قوي جدا. زلاكا ده كان لازم ينضم كمان للفريق الاول، او كمان كان ينضم مع الكابتن حلمي، لكن انا ما اعرفش ليه ما انضمش، ممكن يكون اتصاب او حاجه. طيب خط الهجوم معانا مروان حمدي ومحمد شريف، واين صلاح محسن يا كابتن حلمي؟ اين صلاح محسن يا كابتن حلمي؟ انا مش فاهم في ايه. منتخب اول ما فيش صلاح محسن، منتخب تاني ما فيش صلاح محسن، لا في حاجه مش مظبوطه. صلاح محسن واحد من هدافين الدوري يا جماعه، صلاح محسن واحد من هدافين الدوري يا جماعه، مش كده. انا مش فاهم في ايه يا جماعه، ايه المشكله ان انتوا تضموا صلاح محسن؟ يعني صلاح محسن واحد من هدافين الدوري يا جماعه، مش معقول واحد من هدافين الدوري ما يكونش موجود في الهجوم، سواء مع منتخب مصر الاول او مع كابتن حلمي، مع كابتن حسام واخد مصطفى محمد، ده اكيد واخد اسامه فيصل. انا ما اعرفش ليه، كان المفروض لازم يكون صلاح محسن، وهنا انت واخد مروان حمدي واخد محمد شريف اللي ما قدمش اي حاجه خالص من مستواه، ولازم كان ينضم معاهم طبعا كان صلاح محسن. يا جماعه العدل، ما تعملوش احباط للعيبه، ما تعملوش يعني يأس للعيبه. يقول لك طب انا هموت نفسي ليه مع فرقتي، انا هموت نفسي ليه مع الفريق اللي انا بلعب فيه، كده كده مش هلعب في المنتخب، انا مش هدخل المنتخب، انا بأدي كويس قوي، انا واخد واحد من هدافين الدوري ومش بنضم للمنتخب. فبصراحه يعني حاجه غريبه جدا جدا جدا. وما تعملوش يأس يا جماعه للعيبه، وما تعملوش احباط للعيبه، لان الموضوع هيكون بصراحة صعب جدا جدا جدا. يعني وكمان برضو عندي كلمة أخيرة بمنتهى الحيادية. دونجا كان لازم يستحق التواجد مع الكابتن حلمي طولان او الكابتن طبعا حسام حسن. الفترة الأخيرة دونجا بيأدي أداء مميز عكس الفترات اللي فاتت. بصراحة أكتر حد كان بينتقد دونجا أنا، لكن أنا طالع بصراحة بتكلم لما يكون كويس لازم تديله حقه، ولازم تقول يعني تتكلم وتجود عن تقول عن وتجود عن مستواه، وتقول عن ان هو كان مستواه كده بقي قوي ومستواه بقي كويس. بصراحه الفتره الاخيره دونجا بيأدي اداء مميز، وكان يستحق التواجد في اي من المنتخبين، سواء منتخب حلمي او منتخب كابتن حسام. دي كانت اخبارنا النهارده، ودي كانت طبعا وجهة نظري في القائمتين بتوع منتخبنا الوطني. نتمنى لهم طبعا التوفيق، وان شاء الله اشوفكم في حلقات قادمة وفيديوهات جاية بمشيئة الله. شكرا لحضرتك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا، سلام.